السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هدى من قناة هوايتي أصل الطبخ. أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا هنقول فيديو ريفيو عن الأسعار الجديدة. صدمة في الأسعار بدأت تزيد تاني. فمن خلال الفيديو ده أنا كنت نوهت عن الفيديو اللي إن شاء الله قلت لكم الفيديو هينزل بأسعاره كلها. هقول لكم على الأسعار اللي احنا جبنا بيها. هقول لكم على أسعار. مثلا الشوكليت بقت بكام، الفاكهة بكام، الطماطم المجنونة قطع سعرها بقى كام، البصل ده انا جايبه البصل ده للتخليل هقول لكم كام، البطاطس، الفلفل، الليمون، الخضار مثلا انا جايبه نوع واحد، جايبه سبانخ بس المره دي. طبعا انتوا عارفين عشان موضوع الشيل بقى والحاجات دي. كمان في خيار وفي ليمون اهو. الليمون ده عشان اللي عايز يخلل بقى ويبدأ يخلل عشان رمضان ان شاء الله. هقول لكم اسعاره ايه، وهقول لكم على شويه حاجات كده جايباها هقول لكم اسعارها ايه. كمان هقول لكم على الرز البسمتي ان شاء الله. فيعني انا بديكم فكره كده الاول على شويه حاجات كمان اهي بتاعت الحلويات والكلام ده. طيب هنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه البار بتاع الشوكليت ده اهو اللي هي فيينا. تمام اهو. دوا 2 كيلو ونص. البار ب2 كيلو ونص. جبته بكام النهارده بأمانة ربنا والله العظيم؟ خدته ب190 جنيه. البار بتاع الشوكليت بقى ب190 جنيه اللي هو الفيينا. لا قلت لكم بقى دريم ولا جولدن باج ولا حاجة. تمام كده. طيب وكان كنت بجيب اللهم صل على النبي هصور بالايد دي واسند دي كده، بس انا بقرب لكم الكاميرا. كنت بجيب العبودي اللي هو الجلاش ده، كنت بجيبها ب10 جنيه، رحت النهارده لقيتها ب12 جنيه. يعني زادت كام يا هدى؟ زادت 2 جنيه في كل نص. ده نص كامل. انتاج يناير اهو زي ما انتم شايفين، انتاج يناير. اللي هو بدي 5 نجوم اللي هو العبودي. حلو ومنتج حلو. انا كنت بجيب لو فاكرين ال5 كيلو على بعضهم. لقيتهم مغاليين فيها قوي، فبقيت اجيب احتياجي بس. يعني لازم تجيب احتياجك بس اللي انت شغاله بيه. تمام كده. احنا بنمشي ايه الحلو الاول. تمام. طيب جبنا ايه كمان؟ اللي هو المحسن اللي هو البونو. المحسن اللي هو الجيل اللي بتاع الاسبونج والحاجات دي بكام؟ دوا ب5 جنيه. تمام كده كده. جبت كده كام واحد، وكنت خدت منه الاول حاجه كده ان انا مش عايزه. انا بقول له انا عايزه ايه؟ الجيركن اللي هو الكيلو. فقال لي غالي ومش غالي، قلت له مش مشكله بس تبقى حاجه ايه يعني مضمونه. فخدت ده ب5 جنيه وخدت ده الكيس ب5 جنيه، لقيته ورحت واخداه اللي انا كنت جايباه قبل كده. تمام كده. عايزه اقول لكم الصدمه بقى، الصدمه اللي في الكريم شانتيه. كريم شانتيه المتحده بقت الربع كيلو ب45 جنيه. الربع كيلو ب45 جنيه، حاجه يعني ما تتوصفش. كنا بنجيبها ب20 وب25 وب30، دلوقتي وصلت ل45 جنيه. الباستري كريم اهو الربع كيلو ده ب30. اللبن البودرة ب170 جنيه الكيلو، ب170. فطبعا انا مش بستعمله كتير قوي يعني، لكن بطعم بيه الكريمة لما بضربها. دوا اللهم صل على النبي ب170. انا جبت 8 كيلو بس يمشيني وخلاص. يبقى انا قلت لكم على حاجه الحلويات. انا مش جايبه حاجات كتيره النهارده. وكمان خدت من عنده، انا كنت بعمل الباربيكيو بس بصراحه بقى الواحد مش فاضي. خلاص بقى الواحد بقى بيستسهل. جبت الازازه دي الباربيكيو بكام؟ ب25 جنيه. تمام كده. يبقى احنا قلنا على الشوكليت بكام؟ البار بقى ب190 اللي هو 2 كيلو ونص. قلنا على الجلاش ان هو زاد. قلنا على الكريمه زادت جدا. هنقول كمان ايه بالنسبه بقى للخضار والفاكهه. طبعا انا هقول لكم كده، ولو في بعض الخضار برضو انا يعني ما جبتوش، بس هقول لكم سعره ايه لو اني يعني موجود في السوق وسهل. اليوسفي ده اللي هو اليوسف البلدي، ده البلدي بتاعنا اللي هو طعمه حلو مش طعمه نفاذ. اللي هو اللي طعمه حلو وريحته حلوه، اللي ممكن تعملي منه الكيكس والحاجات دي بقى. مفيش بعد كده في الطعم، وتاكلي منه عشان خاطر البرد والحاجات دي. بكام يا هدى جبتيه؟ جبته ب7 ونص. تمام كده اهو. ده اليوسف البلدي بتاعنا ب7 جنيه ونص. عكس التاني بقى اللي بيبيعوه ب3 وب3 ونص، ده ب2 ونص اللي هو بتبقى ريحته نفاذة ده. طيب الطماطم المجنونة يا قوطة، شايفين الطماطم
مش يعني عايزه اقول لكم يعني روعه والله العظيم جميله. هي كانت ب5، دلوقتي زادت بقت ب6.5. وعلى فكره في السقعه بقى كمان خلي بالكم مش هتلاقوا الحمار ده، اللي عايزه تنزل تجيبه تشتري مش هتلاقوا الحمار ده موجود. على اساس ان ما تيجي السقعه في ال الانتاج بتاع الطماطم بتبص تلاقيه اصفر، بيبقى مصفر كده، مش هيدي الحمار ده. وكمان بتغلى، فيلا بقى اللي عايزه بقى تخزن لها شويه كده وتمام كده. طيب بالنسبه للبصل ده، انا عايزه اقول لكم بس بالنسبه للبصل ده، البصل ده انا منقياه صغير كده ب5 جنيه كيلو. لان البصل غالي برضو جدا، مش هبقى ب9. فانا ادى على اساس انه ب5، على اساس ان انا عايزه اخلله. هبقى اطلع لكم ان شاء الله فيديو بيه هوريكم نظام التخليل ايه فيه، علشان ان شاء الله كل سنه حضراتكم طيبين، يلحق يتخلل على رمضان ويبقى حلو. طب حبيبتي ايه البطاطس كمان، البطاطس الجميله دي، البطاطس المطينه دي البطاطس التحمير، في كمان منها الحمراء. دي ب9 جنيه. تمام كده. بس انا اعرف واحد ادهاني ب8 يعني. تمام. خلاص كده. دي بالنسبة للبطاطس في الأسواق ب9 جنيه، ممكن بقى حد بيشتريها بره يبيعها لك ب10 ب12. ففي زيادة في الأسعار حقيقي يعني. طيب الليمون، الليمون الحمد لله أنا جبته ب10. وفي يعني قبل أول السوق كان بيبيعه ب12، فشيء قال لي كده امشي قدام شوية يمكن يعني ايه وانت خارجة بايه بخديه، لقيت ب10 وزي الفل اهو. وبقيت بحاول انقي المخضرة شوية عشان تعيش معايا في قلب التلاجة. ده كيلو ب10 جنيه. بس انا جبته على اساس ان انا هبقى مش هخلله. يعني عايزين كوباية ليمون، لا لسمك لا اي حاجة بنغسل بيه البانيه والحاجات دي. تمام كده. طيب بالنسبة بقى لل الفلفل، الفلفل الحامي اهو. ده الكيلو. ايوه حبايبي الفلفل بقى دوا ب12 الكيلو. جبت نص، جبت ده نص كيلو. وجبت ربع كيلو من الفلفل اللي هو الحامي. شايفين بص الخضار في منتهى الجمال. ده ب8. جبت نص كيلو اهو. والتاني الفلفل الرومي ب12. طيب وبالنسبة للجزر ب4 جنيه. جبت نص كيلو. ليه الجزر مش بستعمله كتير، لان بس انا يعني حاطه في الفريزر جزر علشان البسله وكده، تستعملي لي يمتى عشان البسله. بس انا بحب مثلا ما اعمل فراخ مشويه بحط مثلا بوكيه جرنيه، او في الشوربه بعمل بوكيه جرنيه بحط كرفس وجزر وبصل. ده البوكيه، فبيبقى مضطره ان انا عايزه الجزر. تمام كده. طيب ده بالنسبه للجزر والحاجات دي. طيب كمان ايه بالنسبه للخيار، الخيار ب7.5 اهو زي ما انتم شايفين زي الفل اهو. شايفين ادي الخيار صابح واخر جمال، كل حاجه لسه يعني محطوطه لسه جايه بيها. فقلت الحق اعمل لكم كده ريفيو عن عن الخضروات والحاجات اللي زادت دلوقتي. طبعا بالنسبه للسبانخ يا حبايبي، السبانخ خدتها بكام؟ ب5 جنيه. لا ب5 جنيه. بس هي حطت يعني فوق ال5، يعني هم كان بتهيألي ب4. حطت هي بقى يعني شوية لحد ما تكمل لي ال5. تمام كده. وخدت بجنيه كزبرة خضراء معاها، ساعتها نديتها 6 جنيه فعلا. طيب بالنسبة لهنا بقى، دي كانت بهارات سمك عشان ازود البهارات اللي عندي تاني اللي انا عملتها فيديو قبل كده. ودي بهارات حواوشي، لان الواحد والله العظيم خلاص الواحد بقى ليه نفسي حتى يعمل حاجة، يعمل بهارات زي ما كنت بعمل وكده. طب يا حبايبي تمام كده. هنخش بقى في ايه في التركيب الحاجات دي. عايزه اقول لكم البسمتي، بس البسمتي انا ده البسمتي وصل ل60 جنيه. اللي هو الحبايه اللي هي الطويله المليانه، مش الرفيعه قوي، اللي هي المليانه الطويله. ده اللي هو النضيف، ده الاصفر الاصلي النضيف. الكيلو بكام؟ ب60 جنيه. جبت كيلو اهو، جبت كيلو نصين. تمام. ب60. في زيه بس الحبايه رفيعه شويه، اما تلاقيها رفيعه شويه تعرف ان هي ارخص. بكام؟ ب50 جنيه. لكن انا جبت اللي هي الحبايتها دي بترمي معاكي لما تعملي النص كيلو، بيملى لك حله حلوه بيرمي معاكي. طيب هقول لكم شويه حاجات بقى بالنسبه ايه للاسعار دي. هربط الكاميرا بس. بصوا حبايبي بقى، احنا قلنا الحاجات دي كلها. عايزه اقول لكم كمان بالنسبه للكريسبي اللي هو بتاع الكنتاكي اهو. انا جايبه الورقه اهو حتى بيها اهو الكريسبي. وجايبه ايه، جبت ايه، جبت
ربع عدس ونص فول اللي هو الاصفر، وذره الفشار اهو. عايزه اقول لكم ان ذره الفشار يا حبايبي، ذره الفشار جبتها دي ب 23 جنيه، لان ب 46 جنيه الكيلو، ب 46 جنيه الكيلو. تمام كده، حاجه يعني صدمه حقيقي في الاسعار. طيب نخش على العدس اللي هو المدشوش، الفول قصدي المدشوش. دي النص كيلو ده ب 15، يعني كيلو 30. تمام كده. طيب نخش كمان على العدس ال الاصفر. دي خلطة كنتاكي دول شوية، دول ما يجوش ربع كيلو. مش عارفة، انا قلت له ساعتها هات تمن، لا هات ربع. ده ربع ب7 جنيه. ده خلطة كنتاكي الربع ب7 جنيه. تمام. طب عايزين كمان نشوف ايه العدس ده ب9، لان الربع ب18، فجبت تمن على قد شويه كشري يعني كده، يعني احنا بنجيب ايه احتياجنا بالظبط يعني. العدس الاصفر ده ب20 دي، لان الكيلو ب40. ده بس انا عايزه اقول لكم بس ملحوظه، ده من الاسواق من جوه، لكن لو انت في حد بيبيع لك من بره بقى فهيبقى اغلى كمان. فاهماني كده؟ طيب بالنسبه للفلفل، الفلفل انا جايبه برضو ده التمن ب20 جنيه. شايفين الغلا اللي احنا فيه، اللي كنا بنجيبه ب5 جنيه زمان. جبت بقى ايه شويه بابريكا ب5، بهارات فراخ ب5، ودوه اقول لكم ده ايه، بهارات فراخ. دي بهارات فراخ، وده توم باودر. تمام. عشان طبعا لسه التوم ما طلعش ان احنا نعمل ايه التوم. يبقى احنا قلنا كده على شويه حاجات. طيب هنقول كمان بقى على شوية حاجات، انا بس مش عايزة ايه اخلي الريحة تنفذها. بالنسبة بقى لحاجات الصابون، عايزة اقول لكم بس ان الريحة بتاعت الصابون الاصلية دي، دول الشوية اللي انتوا شايفينهم دول 100 جرام، دول ب60 جنيه، بقوا ب60 جنيه بعد ما كنت بجيبهم ب40 وبجيبهم ب50، ما تنزلش عن 60 جنيه. تمام. دول عشان نعمل بيهم الصابون. كمان جبت معجون سنان، يعني عادي بقى مش لازم نقول. كمان ال الانجليش دي اللي هي ريحتها جميله جدا، في منها البامبا، كنت جايباها الشهر اللي فات. النهارده لقيت اللي هي المحمره دي، هي من جوه بامبا على فكره. دي ب34، يعني واحده الوقفه ب8 جنيه. تمام كده. ده برضو من الاسعار اللي انت بتاخدي الاربعه مع بعض. عايزه اقول لكم يعني الاسعار بقت حاجه صعبه جدا. كمان في حاجه تاني عايزه اقولها لكم بالنسبه للاسعار. انا عاملاها طبعا محطوطه في الفريزر. جبت عملت كفته جملي. عايزه اقول لكم سعر الكفته، سعر اللحمه اللي بتتعمل للكفته الجملي دلوقتي، او سعر اللحمه الجملي. عايزه اقول لكم انا جايباها النهارده ب170 جنيه. انا كنت عاملاها الشهر اللي فات ب150. الشهر ده بص مزودين 20 جنيه مره واحده، عملتها ب170 جنيه. ده غير الرز وغير الخضره وغير. تمام كده. طبعا ده كان ريفيو عن الاسعار الجميله اللي احنا وصلنا لها. ربنا يعينكم ويعيننا بقى، ويعين شبابنا ويعين اخواتنا وحبايبنا كلكم. طبعا بشكركم لحسن متابعتكم، وبقول لكم الى اللقاء في فيديوهات تانية مع هدى ان شاء الله يا حبايبي. بشكركم، مع السلامه.